لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اهلا بيكم فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. لو انت مش متابعني على الانستجرام فانت فايتك كتير قوي قوي قوي. هتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. يلا بينا نبدا. يلا بينا. طبعا انت لسه دلوقتي مخلص الثانويه وداخل على الجامعه، بصرف النظر عن المجموع اللي انت جبته وبصرف النظر هل الحلم بتاعك اتحقق او لا، الف الف مبروك للناس اللي حققوا احلامهم، الف الف مبروك للناس اللي رضيت باختيار ربنا للمجال اللي هو هيخشه. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم وهادف في نفس الوقت، وده هيساعدنا كلنا على التطور والنمو الشخصي. احنا هناخد افكار رئيسيه وهنتكلم عنها بحاجات بسيطه، بس الحاجات البسيطه دي هتبقى نصائح قيمه جدا جدا. اول رحله في خطه التطور الشخصي هي ان انت تحدد هدف لنفسك. انت عايز ايه؟ انت عايز توصل لايه في الاخر؟ لازم يكون الهدف ده يعني حاجه مقبوله عقليا وقياسيا، واللي هو مش اللي هو انت حاطط هدف اللي هو انا هروح مثلا المشترك. مفيش حد بيروح المشترك، فده كده مش هدف، ده كده تخلف. هديك مثال برضو، لو انت عايز تحسن الاكسنت بتاعتك او اللغه الانجليزيه بتاعتك، فانت هتحط هدف لنفسك ان انت والله عايز تخلص 5000 كلمه في مثلا 5 شهور، فده هدف مقبول وهدف يمكن تحقيقه، فانت كده حددت الهدف. فتحديد الهدف بيوفر لك الاتجاه والتركيز المناسبين عشان توصل للهدف ده. تاني عنصر وهو التحديد والتخطيط للمسار. والله انا قلت مثلا ان انا عايز اتعلم 5000 كلمه في 5 شهور، طيب انا هتعلمهم ازاي؟ اكيد مش هجيب كل الكلمات واحطها قدام عيني كده مره واحده وافضل اقول ايه مش عارف ايه بي سي دي. اكيد لا طبعا، اكيد. او مش هفضل باصصهم كده واقول ايه ده. هو ده كتير على فكره مننا بيعملوه، وانا شخصيا بعمل الموضوع ده، اللي هو انا قدامي مثلا حاجه معينه او قدامي مثلا تاسكات معينه، فبفضل اقول يا نهار ابيض انا هقعد اخلص كل ده ازاي؟ يلا مش مشكله. لازم نقوم بخطه صحيحه، اللي هو والله طب انا قدامي الحاجات دي كلها والتراكمات وان انا هعملهم ازاي، بس انا لازم اقوم حاطط جدول لنفسي او حاجه امشي عليها، اللي هو والله مثلا اليوم الفلاني هاخد كذا، اليوم الفلاني هاخد كذا، اليوم الفلاني هاخد كذا. فبلاقي نفسي ان انا قسمت وخططت المسار اللي انا همشيه عشان برضو اوصل للهدف اللي انا حاطه لنفسي. وخلي بالك التخطيط ده بيساعدك بطريقه فظيعه جدا. هو بيساعدك عشان تاخد الاستفاده القصوى من وقتك وتركيزك ومجهودك. العنصر الثالث وهو التعلم المستمر. محدش فينا عارف كل حاجه، ولو حتى حد ملم بمجال معين فهو برضه مش ملم بيه. يعني هو هتلاقيه ملم بمعلومات كتيره، بس هتلاقيه في وقت من الاوقات بيتقال له حاجات اول مره يسمع عنها. فمفيش حد علامه، مفيش حد عارف كل حاجه. احنا مهما حصل احنا ما عندناش علم غير بالدرجه دي بس. ما يعني مهما كان احنا كنا عارفين ايه، ومهما كان محصله العلم والدراسه، فاحنا ما عندناش علم. احنا دايما بنتعلم، فما فيش تحقيق نمو شخصي الا بالتعلم المستمر. استثمر وقتك ومجهودك في اكتشاف المعرفه. اقرا كتاب او اسمع اي حاجه مفيده، اسمع مثلا كتب صوتيه، فيديوهات توضيحيه، اي حاجه. استفيد من فرص التعلم في اي حاجه حواليك. عندنا العنصر الرابع وهو التغلب على العقبات. انا واحد من الناس يعني من النوع اللي هو بيقعد يصيح مع نفسه، وهنا في البيت بقعد اصيح جدا، وبالذات لما يكون متراكم عليا حاجه او في حاجه مقابلاني انا مش عارف، بقعد اصيح. بص يعني ممكن ما بينش للناس اللي حواليا ان انا مضغوط، او اللي هو الناس اللي بره البيت يعني، لكن في البيت هنا تعبانين معايا في حوار الصياح. لكن في الاخر بتلاقي ان انت الحاجه اللي عامل عليها موضوع وصياح واتحلت. طيب اتحلت ازاي بقى؟ ان انت رتبت كويس، انت ركزت ان انت بص الصياح حلو وكل حاجه فاهمني، بس اللي هو ايه، انت لازم تلاقي حل لكل عقبه بتقابلك. هتلاقي تحديات وعقبات واحباط، وبص كل اللي انت عايز تقوله هتقوله، لكن اللي واجب عليك تعمله انك تثق في نفسك وفي قدرتك، وتخليك واثق ان قدرتك هتخليك تتجاوز الامور اللي انت فيها. بص العقبات دي كانها فرص للتعلم وان انت تنمي مهاره جديده عندك. استمر في العمل فعلا بجد، يعني استمر في العمل مهما كان، ما توقفش. بس الدنيا ما بتقفش على حد، فانت هتقف عن العمل عشان قابلتك عقبه. كده كده الدنيا ماشيه، وكده كده الحاجه اللي انت بص فيه هتلاقي لها حل، وصدقني هتتخطى كل الصعاب اللي بتقابلك. انا عايز اقول لك ان الفيديو ده انا بعمله الحقيقه انا كنت محتاج اسمع الكلام ده. والله
كنت محتاج اسمعه فعلا. العنصر الخامس وهو الاستمتاع بالرحله. اخيرا لا تنسى ان تستمتع بالرحله. النمو الشخصي هي عمليه مستمره ومستدامه، يعني طول ما انت عايش على وش الدنيا انت هتتعلم وهتفضل تتعلم وهتفضل يعني تاخد دروس من الدنيا زي ما بيقولوا، بس لازم ان انت تستمتع بكل خطوه انت ماشي فيها. بص انا عايز اقول لك احتفل، زي ما بقول احتفل بالانجازات اللي هي الصغيره اللي انت شايفها ولا حاجه. احتفل وخلي الانجازات الصغيره دي حاجات كبيره قوي، اللي هو بعد ما تخلص ياه انا خلصت ده انا كنت بقول انها مستحيل ان انا. احتفل ورفه عن نفسك عشان تقدر تكمل، لان الانسان مننا بيحتاج لوقت فاصل عشان بعد كده يقدر يكمل المرحله اللي هو داخل عليها، لان الدنيا عباره عن مراحل، مرحله بتسلم مرحله، مرحله بتسلم مرحله. عشان انت لما بتستمتع بالرحله وبتستمتع بالعمل اللي انت بتقوم بيه انت بتحافظ على الدفعه زي ما بيقولوا وحماس، انت بتدي لنفسك دفعه. انت كل ما هتلاقي نفسك اللي هو هقع او الحق نفسك، تخيل لما اوصل ولما اخلص الحاجه اللي انا بعملها دي انا هيبقى احساسي بص هتبقى احساس في حته ثانيه خالص، اللي هو يا اخي اخيرا ده الواحد كان مفكر انها مستحيله. وده بجانب ان انت لما بتستمتع برضو بالرحله انت بتركز في اللحظه الحاليه، بتعيش في الحاضر، بتعيش كل لحظه غير ان انت لو انت بتستمتع بتطورك الشخصي انت بتكون علاقات، ان انت بتقابل ناس، يعني بتقابل ناس جداد وبتقابل بتكون علاقات معاهم، الدنيا هتبقى كويسه جدا. عشان كده حابب اختم بالمقوله دي: لا تنسى ان تستمتع بكل خطوه في رحلتك نحو التحسين الذاتي وتحقيق الاهداف. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمني لايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس. اشوفك الفيديو الجاي، سلام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.